اي شركه ما عندهاش اناليسيس صح مفيش قرار صح، موضوع منتهي. الشركه او القرارات دايما بتبقى قايمه على اناليسيس للداتا اللي موجوده في الشركه. مفيش اي حد يقدر يقول لي انا بتوقع صح او بقرر صح او باخد قرارات صح من غير ما يكون في اناليسيس صح. وعلشان تعمل لاي شركه اناليسيس صح لازم تشتغل على 3 مستويات من الاناليسيس. اول مستوى هو الماكرو اكسترنال، انت عامل بيست الاناليسيس ولا لا؟ يعني عارف تاثير العالم الخارجي اللي عليك ده من سياسه، من ايكونومي، من سوشيال كالتشر، من كل الحاجات اللي حواليك والتكنولوجي وتاثيرها على البيزنس، ودرسه كويس ولا لا. المستوى الثاني هو اللي لخصه بورتر 5 فورسز، الاندستري بتاعتك في الشركه، الناس اللي حواليك اللي بتاثر فيهم وتتاثر بيهم، الماركت نفسه، السبلاير، الكاستمر، كل الناس دي عوامل مهمه جدا لازم تتحل. والمستوى الثالث هو المستوى الانترنال اللي جوه الشركه داخليا. حضرتك حللت اداء كل حاجه جوه الشركه في كل الاقسام اللي موجوده؟ لما يبقى عندك الثلاثه دول من الاناليسيز هيساعدك جدا انك تشوف كل حاجه برؤيه مظبوطه، وبناء عليه تعرف تاخد قرارات مظبوطه ما تبقاش انها عشوائيه تضر البيزنس. فانا رايي دايما ابدا بالاناليسيز واعرف شركتك فيها ايه الاول قبل ما تقرر في اي حاجه. ما ينفعش ان احنا نبدا في البيزنس نقول احنا نعين كام واحد في التيم الفلاني او نزود عدد الموظفين كام واحد. ما ينفعش. لما تحلل صح هيوديك لتوقعات صح وتارجت صح، فتطلع جابس وتعمل استراتيجي مظبوطه، فتبقى الشركه ماشيه بطريقه سيستماتيك واقرب للصح من القرارات اللي هي بتبقى عشوائيه. فانا رايي لازم تتاكد من النهارده ان 3 انواع دول من الاناليسيز معمولين في شركتك فورا اذا كنت عايز الديسيجن ميكنج فيها برضه يبقى اكيوريت.